شربت لتر مية مرة واحدة؟ جسمك مش بيقول شكراً، جسمك بيقول إيه ده كله؟ لما تشرب مية كتير مرة واحدة معدتك بتتقل وممكن تحس بغثيان أو نفخة. الزيادة عادة بتروح على الحمام، يعني بدل ما ترطب جسمك هتدخل الحمام كتير. برا. العطش مش بيروح بلتر واحد، الترطيب بيجي واحدة واحدة وبالتوزيع على اليوم. الأحسن تشرب شوية بشوية على مدار اليوم بدل ما تشرب كمية كبيرة مرة واحدة. أول ما تصحى اشرب كوباية مية، كده جسمك يفوق ويبدأ يترطب من بدري. مواعيد مية: قبل القهوة، بعد الأكل، قبل ما تنزل. كده بتشرب تلقائي طول اليوم. شوية مية مع الأكل تمام، إنما مية كتير مرة واحدة ممكن تزعل الهضم. لو بتتمرن أو الجو حر زود المية شوية شوية، مش مرة واحدة. لو اللون فاتح يبقى تمام، لو غامق يبقى محتاج مية أكتر، بس اشربها على مدار اليوم. حط إزازة مية قدام عينك، هتلاقي نفسك بتشرب شوية شوية من غير ما تحس، وده أحسن ترطيب. الترطيب مش سباق، ده عادة. وزع المية على اليوم وجسمك هيحس بالفرق.